بعد ظهورها تحضر جثة ميت. هذه عقوبة ممرضة بمستشفى زيميرلي. قضت محكمة الحراش اليوم الأحد توقيع عقوبة 3 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ مع 20,000 دوج غرامة مالية في حق المتهمة ممرضة بمستشفى سليم زيميرلي المدعوة بفوندلل الخاضعة لنظام الرقابة القضائية صاحبة الفيديو الذي أثار الكثير من الجدل عبر تطبيق التيك توك. وظهرت فيه الممرضة وهي تحضر جثة شخص ميت قبل إرساله لغرفة حفظ الجثث بالمستشفى، مع إلزامها بدفع 100,000 دينار تعويض لطرف المدني الممثل في مستشفى سليم زيميرلي، ودينار رمزي للوكيل القضائي للخزينة العمومية. وجاء تحريك الدعوى العمومية في قضية الحال عقب شكوى تقدم بها مستشفى سليم زيميرلي بالحراش، عقب تداول فيديو على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه ممرضة شابة موظفة بالمستشفى تستعرض إجراءات تحضير جثمان شخص توفي بالمستشفى بعد مكوث تحت العناية المركزة لمدة شهر، وكانت مكلفة برعاية الصحية قبل أن يتوفى لاحقا. وراحت المعنية من خلال الفيديو تحاول إرسال رسالة توعية تتحدث فيها عن مآل كل إنسان في هذه الحياة.